الآن ابن مهرة. تسكن المداعة وحيدة في بيت الكلام، تحضنها قصبة بين الماء والنار في أسفل قطبها، حيث يعوم طيف للنرجس يحلم التاريخ هانئا تحت هلال تقوس في شكل وسادة تتكئ عليها القصبة. للقصبة جسد ليس لهذا الهلال وليس لها، هو لشخص آخر. حرك شفتيك، قد يكون أنت. بهذه الكلمات وقع الشاعر السوري الكبير أدونيس في غرام المداعة اليمنية، وقال للجميع في ديوانه الشعري المهد: اجلسوا لكي أقص عليكم نبأ الدخان، وكغيره ممن قدموا من الخارج إلى اليمن فتن بهذا الهيكل النحاسي الذي يقف شامخا على المعشرة النحاسية، وفي الدخان يتمثل وجه اليمن القديم والحديث ولا يتلاشى. في السابق كان لا يوجد ديوان في الجمهورية اليمنية إلا وفيه مداعة. في هذه الحلقة سنحاول تقريب وتسليط الضوء على هذه التحفة الفنية اليمنية الخالصة، ونقرب الضوء أيضا على العاملين في هذه المداعة، ونخوض في تفاصيلها أكثر. مشاهدينا الكرام، ابن مهرة ولا متعلم سنة. تصنع المداعة من الخشب والرصاص والنحاس والفخار والجلد والخيوط. وفي شكلها العام تتكون المداعة من المعشرة والقلاس والجوزي والقطب والقصبة والديك والضبة والبوري والمشرب، وجميعها طبعا مصطلحات خاصة باليمنيين. وتتكون في شكلها العام من قطعة نحاسية تسمى الجحلة، مجوفة ومكسوة من الداخل بالخشب، وتملأ بالماء وتستقر على الأرض بواسطة جلاس نحاسي، وتوصل من فتحتها في الأعلى بعمود خشبي أسطواني وهو مجوف مغطى من الخارج بزخارف رصاص، وينتهي برأس أسطواني مفتوح من الأعلى. الجزء الثاني من المداعة هو القصبة، وهي أداة شفط الهواء، وتكون بطول 5 إلى 4 أمتار، وتصنع من هيكل حديدي حلزوني ومغطى بالجلد والقماش، ولها رأسان من الخشب المزخرف يوصل إحداهم بالمداعة والثاني يستخدم لشفط الهواء. الجزء الثالث من المداعة وهو البوري، الذي يوضع فيه التنباك وأحجار النار، وهو عادة مصنوع من الفخار. وأغلب المواد التي تصنع منها المداعة هي الخشب والرصاص والنحاس والجلد والخيوط، ويستعمل اليمنيين التنباك المجفف. المداعة تفاصيلها كثيرة ومدهشة، ووفرت فرص عمل للكثير بسبب كثرة تفاصيلها، ما جعلها بهذا الجمال وبهذا الارتباط بحياة اليمنيين. في هذه الحلقة حاولنا تسليط الضوء على الأشخاص الذين يعملون في هذه التحفة اليمنية الخالصة، فلكل واحد منهم شغلة تختلف عن الآخر. فالمداعة كثير في موادها وقطعها وتفاصيلها، لكننا كنا نبحث عن ابن مهرة خصوصا، ونحن نتحدث عن تحفة يعتبرها البعض جزءا من ثقافة اليمن وتاريخه. خلال السنوات الماضية توارت المداعة عن المشهد اليمني الذي طغى فيه إدمان الشيشة فضلا عن السجائر، فأصبحت المداعة في الكثير من بيوت اليمنيين محض ديكور إضافي إلى شكل المجلس اليمني. ونحن نبحث عن ابن هذه المهرة المتنوعة والكثير في دهشتها وتفاصيلها. شاهدنا هذا الشاب يجلس على حافة الرصيف، وبجواره أدواته ومزهريته التي منها يأكل عيش ومصدر رزقه. حسين اسكندر يجلس في هذا المكان منذ سنوات طوال،
وجلس من قبله أبوه وجده اللذان أيضا عملوا في هذه المهرة التي ورثها حسين منهم. كان يجب أن نأخذ معه هذا اللقاء، وخصوصا وأنه كان يحدثنا بشغف عن عمله وما يقوم به. نور عافية. اسلوب المهرة. اهلا وسهلا. تعلم سنة. انا طيب أنت كيف بدك تعمل العمل ذا؟ يعني قلت لي حوالي 14 سنة. ليش اخترت العمل؟ لاني مهرة، يعني مهرة ابي، يعني ورثتها. وقبل ابي جدي الله يرحمه. من ابن مهرة مؤصل. اكيد اكيد. انت ايش فحوى عملك الخلاصة ايش تعمل؟ يعني نسبر المدايع، القصيبة، يعني النحاسيات بشكل عام، حتى تسوس النحاس نصلحهن والله. يعني تلحمهن؟ نلحمهن نطبقهن حتى يجين مفكفكات نطبقهن من وإلى. طيب اشرح لي انت ايش تفعل بهذا؟ ايش تفعل؟ يعني ذا الحين تجي نركب القضبة حقها والضبة. الضبة هذا الذي طرح فيها البوري. يسموها الضبة. ضبة. تجي من نوعين، نوع النحاس نفس هذا النوعين النحاس، وفي رصاص. وبعدين القضبة عادنا يجين انواع، قضبة برقوق، في ميرندي، في هندي، لكن احسن انواع القضبة البرقوق يعني. وبعدين من هنا تجي الجوزة هي جوز الهند. عارف. ايوه، تجي منقوشة، تجي صافية، تجي يعني عادين يجين انواع واشكال. وطبعا يتفاوت اسعارهن من نوعية المدعة. الجوزة والتشكيلة النحاس. يا سلام. انت الان ايش تفعل؟ انت الان بهذه تلحم لي اللحم هذا الحين نطبق هذا الحين افتكت من هنا ونطبقها حول الجوز كامل. طيب اشرح لي كيف تبدا تلحم؟ ايش يعني معنا الكاوية طبعا تجي نحاس. هذه ايوه الكاوية. وفيها يعني من شاذر ولا فارعة يكون يطبقن عليهن. ايش تلحم وايش اللحام؟ رصاص. هذا الرصاص. في البخور هذاك هو اللبان. ايوه لوك نسميه احنا، نسميه اللوك. ما نسميش لبان يعني. هو من مكونات اللبان. ايش تلحم هذه مثل المنطقة ولا نطبق فيها البلبلة التي تطلع الصوت مع القرقرة، لما واحد يجي يقرقر ويمتع من المدعة. أكيد الصوت يطلع من البلبلة. من البلبلة تجي داخل الجوزة، تجي معلقة. طيب ايش اقول لك حاجة؟ انا وش اشتغل الشغلة؟ أقوم منك؟ لا. ابدا احب العمل، احب المهنة، ولا بتفرج ولا ليش حبك اعرف اشتغل؟ هو شوف يعلم والله الذي بيجوا عندي هنا بيتمتعوا لما يجوا يتفرجوا هنا يعني بتصير مسنب عندك هنا ما يريح له لو ما تكمل العمل، يعني بتحيل العمل من قلبه يعني. انت عندك شغف يعني، والشغف هذا واضح بشغلك يا اخي، قد يرزقك في نفس الوقت. اصلا مهرة ابوك وجدك، وبعدين مهرتك بتاكلك لقمه، وزاد لازم حبيتها الله والنعمه، لانك ما تسيش تفلته. بعدين احنا على سوق، على حلا، على جيران، على يعني زاد الالفه والذا. وهذه طبعا ما تشعر بك حاجه انه تاريخيه هذه مثلا تشعرك كيف فيها اصل التاريخ يعني، هي تاريخي قوي. حتى بعضهم الحين بيقول اني انقرضت شويه، بالعكس في الفتره هذا مع الحرب الناس جلسوا، الناس ما عم بيصيروش وظائفهم، جلسوا في البيوت، رجعوا للولعه. بعضهم توجه للشيشه، مع انه ما بيحتاجوش الشيشه زي ما المدعه، لانه مع العود القات والذيه تكون طعمها ثاني يعني. اكيد ما هي الشيشه هذا حق سلاوه، حق ظرفه وحلا وجلسه يعني وبها لها امثال كثير منها على المداعه وعلى القصبه وعلى الولعه بشكل عام. طبعا هي تفاصيل كثيره من الراس للسفل، تفاصيل كثيره. في تفاصيل المدعه، في تفاصيل القصبه، في تفاصيل معك البوري ونوعيه التتن ونوعيه يعني كله يدخل في مجال، وكل واحد على ولعته وعلى طعمه وعلى ذوقه. حتى عادي ادوات العمل حقك ايش هي الادوات؟ هذه الادوات اللي نشوفها الان، هل تحتاج بعدين جهد ذهني ام جهد عضلي؟ لا جهد عضلي ولا جهد ذهني، يعني زي ما تقول مهرة حالية وخفيفة ومبروكة. يعني العدة لبان، يعني اللوك الذي نسميه كدو جاهز اللحم والذيه، اللبان، الرصاص، مواد حدادش بسيطة وتشتغل على طول، يعني ما تكلفش هذاك الضمار او التكلفة هذيك الجورة. احلى حاجة في بك انه معكش محل وانك جالس داخل السوق كذا. باب بيت هنا يعني، هذا البيت وباب البيت. يسلم. وقلت لنا هنا عمر يعني.
في هذا المنطقة، في هذا البقعة، من عهد أبي وجدي الله يرحمهم يعني. يعني ابوك قد لك اشتغلوا في في المكان؟ هذا البقعة حد ما أنا جالس أنا. طيب اي حد الان اكتسرت حقه الجوزه او يشتي يصلح مداعته لا فين يجي لك؟ موجود هنا في التحرير باب السبح يعني. باب السبح موجود. الطارف مسؤول يعني. اي حد تاه كم رقم تليفونك عشان يوصلك اقرب للناس؟ 7 3 9 4 9 3. يا سلام. انا بنهايه الختام انت ابن مهره أكيد. وشغفك يوضح انك تحب مهنتك. أنا والله أنا حبيتك أنت. انا اسف اخذت من وقتك، والله يخلي لك عملك وانت ابن مهره اصلي. فوق عيني وراسي. فوق عيني وراسي أي حاجة لك. فدار روحك. في مكان آخر التقينا بهذا الرجل الذي يعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما وتوارثها عن أبوه وجده أيضا، فكان يجب أن نأخذ معه هذا الحوار لننقل لكم تفاصيل العمل لكن من زاوية أخرى، ونتحدث عن المداعة وهل ما زالت تحتل مكانة عند اليمنيين كما السابق. معي برنامج اسمه ابن مهرة ولا متعلم؟ حياك عيوني لك. شوف أول حاجة المداعة تاريخ، جزء من تاريخنا. تشرح لي من ايش تكون المداعة في البداية؟ تكون من النحاس، حبة نارجي، الجوزة، مثل هذه، شغل يد قديم أثري، وقطب. قصته كامل، قصته هي قديم قوي من عهد الأجداد. قصة تكوينه قصدي هذه الجوزة. هذا الجوزة ونحاس وقط. وبوري وبلبلة. ومشرب. هذا حق القصب. أيوة. قصدي تكوينه كله. كامل. هذا قصته. هذا المداعة. هذه المداعة. قصته يعني مش بسيطة يعني. يعني أكيد هذه حاجة يعني قديمة وأثرية ومن الأجداد نستعملها. طب أنت كم لك تعمل في هذا العمل؟ هذا يعني من عهد جدي. توارثته يعني. بعدين أبي بعدين أنا. يعني ابن مهرة. الحمد لله. طيب العملك انت احيانا المداعة قصتها قصة، المشرب لحاله، القصبة لحاله، اللحم لحاله. انت ايش فكرة عملك؟ انا عمليا المداع كامل، اشتغلها كامل. المداع النحاس مع الحبة مع الزهرات مع النقاشات مع الكل. اشتغلها كامل. تركبها يعني. كامل من وإلى، من يعني اصنعها من البداية، مع النحاس الصفيحة. انت الان تصنع يعني ما انت تصنعها من الصفر. من الصفر من البداية. يعني مش مجرد انه تشتريها بس وتلحمها. هذا يعني المتعلمين، اما احنا يعني ابا عن جد مهرتي، يعني نشتغلها من البداية الحبة. اكيد. يعني لو واحد قابلك جوز وقابلك مش مشكلة، اهم شيء النحاس وقابل اشتغلها على ما يشتي. طيب انا اسالك سؤال قبل الخوض في تفاصيل المهنة اكثر. الآن مثلا في شيشة، في سجاير، أنواع السجاير، هل ما زال للمداعة حضورها عند اليمنيين؟ أكيد، لأنه نوع من طبيعي التنباك. ويتوارثوها الأجيال كلها. ما حددش بيت ما يخلف في المداعة في اليمن. ما حددش هذه الدخائل من أنا الناس اللي يعني يستعملوا ما يأثرش عليهم. الحاجات يعني السجاير الإلكترونية المعسل، لا التنباك له نكهته الخاصة. يعني ما زالت المداعة لحضورها. حضورها أكيد. ما زالت شيخة الديوان وشيخة المكان وأميرة المكان. كيف تبدأ تشكل المداعة؟ اشرح لي الطريقة. قوالب. شوف أول ما بالنار رجيلة الحجم، شوف النحاس نفسه تقالب وتصلح النحاس على طبق الجوزة نار رجيلة، وهذا تشكل على كيفك النحاس. وهذا العمود القط، هم من نوع الخشب العنبرود، البرقوق، البنتيك. تشكلون يعني مخرط كهربائي وتشتغل تشكله على ما تريد انت، على ما يريد صاحب المهنه مش صاحب بعدين كيف تصبط ذي اللحام؟ هذا بالمبارد بالقوالب. هذا كيف اللحام ذا؟ هذا بالقوالب بالكاويه. نصفي على ما تشي انت. طب مهنتك ايش تحتاج؟ هل تحتاج حس فني ام تحتاج جهد ذهني ام جهد عضلي ام ايش؟ ذوق وفن، وانت تشكل على ما تريد. حس يعني. ايوه وذوق. يعني المداعة مش مجرد قصة بسيطة يعني ضاربة، والواحد يشتغل في بلا بد يكون بهذا العمق. ما يكون فنان وابن مهره طبعا اكيد. لكن المشكلة في معنا دحين الوارد الجديد حطم اليد العاملة. الوارد الجديد حطم اليد العاملة.
يعني انتم ما عاد تشتغلوهاش هناك تستوردوها؟ احنا كنا نشتغلها لكن في معنا الوارد، يعني حطم لك العامل، يعني يجيب لك حاجه يعني ما بش لها اي قيمه. طبعا انا لو قلت اشتغل في هذه المهنه، في هذا العمل، او انت بصفتك ابن مهره، ايش اللي يمكن تعلمنه في البدايه؟ ايش اللي يمكن تنقل له؟ ايش اللي يمكن تقبل نصيحه في بدايه الشغل؟ الامانه والعمل يعني مثلا تتعلم انا الشيء ياخذ لفه، الشيء ياخذ فكره عن العمل. العمل هو يعني حاجه بسيطه. تتعلم، ابدا تفرق لك، ابدا تفرق يعني مع غير نارجي نحاس لحى، بس اشتري نحس وتركيز اكيد وذوق. يعني انا لو قلت لي اشكل هذه التشكيله ما بعرفش، يعني يبدو انه قوالب اصلا، قالب قالب جاهز جاهز، يعني تصب النحاس لي ويطلع لك على طول. النكشات هذه، الزهرات هذه بس عباقي مساله التركوب، انا والله ما اعرف اركب حاجه. التركوب عادي، هذا القطب والبلبله. هذا القطب يا يحيى، هذا ايش سموها؟ هذه الحبه المدعه، وهذا القطب. هذا القطب لازم يكون من اي شجره يعني؟ البرقوق. البرقوق ويتركب ويعتبر مدعة جاهز. طب الان الوارد هذا يجي من فين؟ من الهند. من الهند. طب ايش يختلف عن اليمني؟ مع اليمني ثاني، اليمني شغل يد، وبعد النحاس صافي، ومن النحاس ما فيش مثله، قديم اثري، يعني اللي قيمته وله ميزاته وطعمه ونكهته. طب انا كيف اعرف المستورد من القديم؟ المستورد يجي شغل صب مكاين كامل. انا كمواطن كيف اعرف؟ هذا شوف شغل صب ماكينيه، هذا نوع من النوع الجديد. النحاس حقه يعني ما بش له اي قيمه، لكن مثل شوف الشغل اليمني، الشغل اليد الاثري، شوف كيف يكون واضح زي الذهب. اوه شوف النحاس هذا وشوف النحاس هذا، وانت شوف واضح الاختلاف. هذا اليمني يعني كان يجي نحاس صافي خالص، هذا يجي نحاس مغشوش واي كلام مصاب هندي. طب عاد باقي مداعي يمنيه اكيد يبتاعن بالسوق ولا محتفظ بينها؟ بعضهم يعني يحتاج يبيع، بعضهم يخليهم حاجتهم هناك اثريه زي الجنبيه، زي يتركها حتى للاولاد. طب انا شي اسالك سؤال، انا لو الشيء الان ابيك نشرب مداعه وقدي اشيء مولع في المداعه، كم يطلع سعر المداعه المستورد؟ المستورد يعني من حدود 7 8 10 15 20. ايوه. طب اليمني يعني غالي، يكون من حدود 100 150 200,000. هل فعلا البداعه كلما كثر واحد استخدام اليمنيه كلما حلا طعمه؟ اكيد اذا في نظافه. اذا في نظافه مش اي شرب، لان الشرب هو ذوق. يا سلام. ايوه. طيب الان مثلا اللي يصلح المشارب ذاك قصته مختلفه على هذا اكيد، لانه ثاني هذا عمل خراط، الخراطه الخشب. اللي يقولون المداعه شغلت اللي يشتغل، يعني عملت هذه عامله كثيره في بيشتغلوا، اللي يصلح المشرب، اللي يصلح القصب، اللي يصلح النحاس، واللي يصلح كمان البوري. انا من مهنتي انا اصلح النحاس ابا عن جد. وهذا يعني الخراطه الاقضاء عمل انسان ثاني، والقصب انسان ثاني. ايوه. والمشارب هاي تزيينها انسان ثاني مع الخراطه حق الاقضاء. ايوه. بس شوف كم المداعه يعني اشتغلوا بها ناس الحمد لله، وكل الناس يتسببوا كامل. يعني قصتها مدهشه. اكيد ماشي، يعني اي واحد يصلح لك مداع، يعني تفاصيله كثيره المداعه، مش تفصيل واحد. ايوه، يعني كل حاجه فيها يعني شيء اتقاء، وكل واحد يعني مهرته. الاشتي اخذه انه الفكره الان المداعه هذه لا خلال السنين القادمه، الجيل اللي احنا الان نحن، هل تعتقد انه بو تمسك بالمداعه ام انه من الجيل اللي خلاص هذه اشياء تراث لابد ما نستخدمهاش نخليها في البيت؟ في اجيال بيشربوا مداع كثير هذا الايام، من جيل اكثر بالذات البنات. انا اعرف انه البنات شيشه. مش كثرتهم، انا صاحب محل. انا اسالك ليش؟ وانا بيجوا عندي كثير. وانا اسالك ليش انك من البنات ومن الجيل هذا مدايا، يعني في اليوم اقل شيء تواردن 2 3 مداع. طبعا متمسكين بعادات اجدادنا. هذا غير من البنات. الجيل هذا الجديد يعني ما عادش محصوره على الجيل القادم الشيابات. وده انا اقول لك انا صاحب محل وانا في محل وانا صاحب مهله، بيجوا لعندي. طب انا ايش اقول لك الان، اذا واحد يشتري مداعه او اذا شي واحد يصلح مداعته كسرت، انت فين مكانك؟ انا في المحل. فين عنوانك؟
البونية. شارع جمال متفرع إلى شارع جمال. ايوه حيتوه، كم رقم تليفون عندك؟ عادي مش مشكلة. 77 109 7 207. لا انت ابن مهرة فعلا. أكيد، وأنا عيوني لك. وانا اشكرك جدا. أيوة. أهلا وسهلا. جمال الله. في نفس المكان التقينا أيضا بهذا الرجل الذي يعمل في مجال مختلف من مجالات العمل في المداعة، وكان يجب أن نأخذ معه هذا اللقاء لتكتمل الصورة. ما يريد أنت من معرفة مقاس النقشات. مثلا هذه مثلا النقشة هذه نقشة نسميها هذا المرش، هذا مرش، هذا الصحن، هذا الفنجان، هذا الزي، هذا الصحن، هذا الفنجان، هذا فنجان مختم بدء العمل، هذا فلكة بدء العمل، وهذا الزي، وهذا الصحن، وهذا الزي، وهذا فنجان، هذا المرش بنبغة عمله واحد. هذا يشتي أنت نقشة في مما يشتي، هذا فلكة، وهذا الزح، وهذا الصحن، هذا الفنجان، هذا يسمى المرش، وهذا يسمى الفنجان الموسط. هذا يسمى الفنجان الموسط. تفاصيل وشغلة هذا في تركيبتها بصناعتها اليمنية أثرية. هذا يسمى هذا نقشة القطب، والقطب ما يسمى عندنا وهو العالم الكبير. العالم الكبير يسمى، هذا يسمى القطب العالم الكبير، يسمى هذا بهذا الاسم، فنجانين مرشين. وهذا قطب العالم الكبير يسمى بمرش واحد. للمداعة تفاصيل كثيرة يعمل بها أناس كثر. حاولنا في هذه الحلقة تسليط الضوء على جزء بسيط، لنكمل البقية في حلقة قادمة. ستظل المداعة حاضرة في حياة اليمنيين، وسيظل من يعمل بهذه التحفة الفنية حاضرون أيضا، وستظل هذه المهرة يتوارثها جيلا بعد جيل. ابن مهرة ولا متعلم سنة. في أمان الله.